الاعلام الزملكاوي بقاله يومين بيصدر مشهد امام عاشور. ده ما سافرش، ده مش عايز يجدد، ده بيلاوعكوا، ده ما راحش المعسكر خالص. وهو امام عاشور فين؟ امام عاشور في المعسكر وبيتمرن وهيجدد. عبد الله السعيد اهو، عملنا ايه فيه لما كانش عايز يجدد؟ هو هيفضل يلاوعهم 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 وهيجدد. ده مش عشان عيون الزمالك، ده عشان هو في افريقيا. زي بزيرة سوء اداره. الراجل اصلا من كلامه لما طلع في بيان ونزل على صفحته ان هو كان متفق معاهم وكده ان هو بعد الموسم ده هيشوفوا له عرض يليق بيه ويمشوه. فين العرض اللي جاله؟ وهو الاعلام الزملكاوي هيطلع يقول لك ان في عرض جه لبزيرة وعايز يمشي وكده. الاهلي مفيش لعيب بيتعالى عليه. هتتعالى هتمشي، هنبيعك ب 10 مليون دولار. مش هنعمل زي الزمالك لما كان زيزو جاله عرض ب 6 مليون دولار وقعدته جنبي وبعد كده رحت ممشيه فري. امام عاشور هيجدد؟ هيجدد طبعا. بأمارك ان هو لسه من ساعتين منزل الصوره بتاعته على الفيسبوك وحاطط النسر بتاع الاهلي. بس هو ادم وطني، بس هو اللي كان بيلعب في دماغه وكده. بس هو هيجدد. لا ايه الثقه بقى؟ الاهلي مفيش لعيب بيتعالى عليه. هتتعالى هتمشي، هنبيعك ب 10 مليون دولار. مش هنعمل زي الزمالك لما كان زيزو جاله عرض ب 6 مليون دولار وقعدته جنبي وبعد كده رحت ممشيه فري. مالكش دعوه بالزمالك، انا بسالك على امام عاشور زمالك. لا ما تقوليش مالكش دعوه بالزمالك. الاعلام الزملكاوي بقاله يومين بيصدر مشهد امام عاشور. ده ما سافرش، ده مش عايز يجدد، ده بيلاوعكوا، ده ما راحش المعسكر خالص. وهو امام عاشور فين؟ امام عاشور في المعسكر وبيتمرن وهيجدد. ما كانش بيلاوع الاهلي؟ لا ما كانش بيلاوع الاهلي. لو لاوع الاهلي هنمشيه. لو لاوع اي لاعب هيلاوع الاهلي هنمشيه. رامي ربيعه لما كان عايز، لما لاوع الاهلي رامي ربيعه وهو ابن النادي اهو، عملنا ايه فيه؟ سيبناه يمشي. مفيش لعيب اكبر من تيشيرت الاهلي؟ لا طبعا مفيش لاعب اكبر من تيشيرت الاهلي. عبد الله السعيد اهو، عملنا ايه فيه لما كانش عايز يجدد؟ فتحنا المفاوضات ان هو يبيع يا اعاره ومشي وراح لوعهم. هو راح لعبه لوعهم ب 40 مليون جنيه. لما مرتضى دفع 40 مليون جنيه ولوعه. ما يستحقش عبد الله السعيد؟ في الاهلي كان يستحق 40 مليون، لكن دلوقتي هو ماشي بعكاز يعني. يعني ايه ماشي بعكاز؟ يعني خلاص كبر برضه السن. هو ضربات جزاء وحلو قوي كده لو يلعب اول شوط بس. لكن دلوقتي هو مش كويس طبعا. 40 مليون انا اديله 50 مليون كمان في الاهلي. لما كان في الاهلي كنت اجدد له باكتر من كده كمان. بس دلوقتي هو هقول لك اهو، هو هيفضل يلاوعهم 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 وهيجدد. ده مش عشان عيون الزمالك، ده عشان هو في افريقيا. فهو يلعب افريقيا خلاص، اخر سنه ليه برضه هيلعب معاهم افريقيا وبس. بس هو هيلاوعهم الاول، ما بيروحش التمرينات. من وجهه نظرك عبد الله السعيد بيضحك عليهم؟ بيضحك عليهم طبعا. وهيصطادهم دلوقتي في حته ان هم يلعبوا افريقيا. هما كده مفيش كده عندهم، مفيش لعيبه. فهم هيدوا له اللي هو عايزه وهيلعب افريقيا عشان هو اللي عايز. مين اللي بيعمل المشاكل دي في نادي الزمالك؟ الاداره طبعا. الاداره حسين لبيب طبعا. وليه ما تقولش ان الزمالك كل ما بيجي يتعافى في حاجه بتحصل معاه؟ وايه اللي بيحصل معاه؟ مين ضد الزمالك؟ مين ضد الزمالك؟ اكيد ناس كتير مش عايز الزمالك يقع. ما هو اكيد في ماشي، ما هو اكيد كده. بس مين ضد الزمالك برضو؟ يعني انت قول لي مين ضد الزمالك؟ ناس كتير اكيد مش عايز الزمالك يقع. واكبر دليل ان كل ما يبقى في لعيب فت في الزمالك يحصل معاه زي يحصل معاه عشان سوء اداره. زي بزيرة سوء اداره. الراجل اصلا من كلامه لما طلع في بيان ونزل على صفحته قال ايه؟ قال ان هم اصلا يعني مجمل الكلام ان هو كان متفق معاهم وكده ان هو بعد الموسم ده هيشوفوا له عرض يليق بيه ويمشوه. فين العرض اللي جاله؟ وهو الاعلام الزملكاوي هيطلع يقول لك ان في عرض جه لبزيرة وعايز يمشي وكده. ايه المشكله ما يجي لهم عرض ويمشي؟ لا وهم هيمشوا زي هم هيلعب بمين؟ هو سنتين ايقاف تنفيذ.